ممكن اكون اخر واحد يجرب كفته. بس انا عندي تعليق الاول على ميه السلطه، وهي متسميه في المنيو ويسكي. احنا ليه بنحب ان احنا نميل للحاجه الشمال؟ يعني هو لما كتبناها ويسكي مثلا حلال وهبقى كده خلاص، ليه نميل في حاجه شمال؟ يعني هي غلط والاسم غلط. يعني ما نقول ميه سلطه، وطول عمرنا متعودين عليها اللي هي اسمها ميه سلطه. ليه يعني؟ دي عامله 12 جنيه. ميه السلطه كويسه، التوابل بتاعتها كويسه، بس يعني ايه، مش سيئه ومش واو، يعني مفيهاش الابداع الكافي يعني. ده سندوتش كفته عامل سندوتش حواوشي عامل 48 جنيه. شوف كده الحشو بتاعه لحد فين. الحشو بسم الله ما شاء الله مالي في السندوتش كله. طعم اللحمه كويس، التتبيله باينه، العيش مرمي السنه مش ناشف قوي. بس ده ب 48 جنيه. عندنا في طنطا علام مثلا زي الفل والراجل كله تمام، ومش عارف السندوتش عامل 22 25 جنيه. بس بسم الله ما شاء الله يعني طعمه احسن من ده شويه. فانا شايف ان 48 جنيه يعني 50 جنيه عليه كتير. شوف هنا الكفته، ده صباع الكفته، الصباع برضو تخين، حجمه متوسط على قد الرغيف بالظبط. كان كفته هو اللي بيعمل العيش بتاعه. نقول بسم الله. الكفته احلى من الحواوشي بكتير، لو ان في فرق ما بينهم 2 جنيه، بس الكفته ارجحها احسن من الحواوشي. التتبيله بتاعتها ممتازه، جوده اللحمه برضو بتعتبر هيها، بس هنا الفرق التتبيله بتاعت اللحمه احسن. بس ده ب50 جنيه. انا مش جاي اقول اسعاره مبالغ فيها، بس يعني انا كنت مستني جوده احسن من كده. ب50 في السندوتش يعني، لانه صباع مش يعني، حاسس الاسعار مقفوره شويه من وجهه نظري. بس بيجي معاه بيجي معاهم 2 سلطه، 2 صلصه، 2 سلطه قصدي، 2 رغبات، 2 سلطه طحينه تمام. وبيجي معاهم طبق وبيجي معاهم كمان طماطم. فيعني تجربه لذيذه، بس يعني شايف ان اسعار مبالغ فيها شويه، ما عنديش مانع. بس يعني ادي للحواوشي 7.5 من 10، ادي لده 8.5 من 10 على الجوده. السعر بقى انت وذوقك. شايف السعر معاك تمام دوس. كان معكم عبد الرحمن الجبر من اخوين. مع السلامه.